ليه مهم ان انا احط كولر كوريكتور قبل ما احط الكونسيلر؟ لو حطيت لون ابيض على لون اسود طبيعي ان هو بيدينا درجة جراي، ده لو خلطناهم حتى في الالوان العادية مش في الميك اب. شايفين بعد ما الكونسيلر اتدمج من غير ما نحط تحته كولر كوريكتور، الهالات اولا ما اتدارتش ولسه مديه ضي لونه رصاصي شويه. مهمه الكولر كوريكشن ان هو بيسحب بقى اللون الاسود ده، او زي ما بيقولوا اخواتنا بتوع الديزاين او الجرافيك ديزاين بيعمل انفيرجن للون، يعني بيقلب اللون. الكولر كوريكشن بيبقى رينج الوان بتبدا من اللون الخوخي لحد لون الاورنج. كل ما كانت الهالات اعمق او اغمق كل ما كانت الدرجه اللي احنا بنستخدمها بتكون اغمق. بناخد منه على الحته الصغيره خالص اللي بتبقى غامقه في الكورنر بتاع العين حته صغيره، وبعد كده بنزود لو احتاجنا. احنا بقى نحط الكونسيلر فوقه ونشوف الفرق. برضو الكونسيلر بنحط حته صغيره ونزود لو احتاجنا. الناحيه اللي حطينا تحتها كولر كوريكشن بقت بلندد والهالات متغطيه، بنتكلم على اللون مش التجويف. ودي الناحيه اللي مفيش تحتها كولر كوريكشن، باين هنا طبعا ان تغطيه الكونسيلر احسن.